مقطع من رواية خلف الجدار، الرواية الفائزة بجائزة دبي الثقافية، للكاتب عبد الباقي يوسف، بصوت يارا صالح. أولج راجي عبد الكريم رأس المفتاح الأصفر الصغير في ثقب القفل البارز، دسه قليلاً ثم حرك إصبعيه تجاه اليمين، فانفرج الباب الصغير إثر طرقة صغيرة سمعها بالكاد. أرسل بصره إلى الداخل فتراءت رسالة مستلقية على ظهرها. ترك كفه المعلقة بالمفتاح ومدها إلى الجسد المسجى على ظهره، سحبه كما يسحب الطفل عصفورا من عشه وعلى عجل دسها دون أن ينظر إليها في جوف كتاب يتأبطه. ثم عاود قفل الباب الصغير بحركة ميكانيكية وهبط درج مبنى البريد متجها صوب موقف باص النقل الداخلي. عند ذاك تراءى له حشد كبير في الموقف، فأدرك مجددا بأنه كائن موجود في الحياة، وأنه ينتمي إلى شريحة يمكن لها أن تلتقي بسهولة في هذا الموقف وفي أوقات محددة. وللتأكد من إحساسه بحقيقة أنه كائن موجود حقا في هذا المكان، تأمل وجوه نساء متقدمات في السن خارجات للتو من دوائر حكومية، هي القامات البشرية ذاتها التي تتراكم في هذا الملاذ ذات الوقت باستمرار. استدار إلى الخلف، مسح وجوها بائسة لنساء في أواخر أعمارهن يجلسن بثيابهن الشعبية العتيقة على الرصيف المهترئ وينادين بأصوات كئيبة متداخلة: سكر، شاي، سمن، دخان، اليوم عيد، مربح ما نريد. أطفال حفاة شبه عراة، على الأغلب أحفادهن، يصيحون بين وقت وآخر نيابة عن جداتهم. يتحسس بكف على كتفه، يشعر بأنه استيقظ من حلم ويستدير نحو الخلف. يقع بصره على وجه امرأة ثلاثينية تحمل بيدها قماطا تبرز من أعلاه سمات وجه طفل رضيع. يتأمل وجهيهما بشكل مستغرق وكأنه نسي نفسه. توقظه المرأة مرة أخرى وتمد إليه ورقة بالية. يشعر بأنها أيقظته مرة أخرى من استغراقه في ملامح وجهيهما. وبعد لحظات يصوب نظرة استغراقية أخرى إلى الورقة التي تهتز كورقة أخيرة على شجرة الخريف. يتناولها، يقرأ: أنقذوا هذه المرأة من الجوع، أنقذوا رضيعها من الموت، لا أحد لها غيركم. يعيد الورقة إلى كفها، يدس يده في جيبه، يحصها بورقة نقدية تتناولها المرأة وتمضي، داعية له بطول العمر وتحقيق كل أمنياته. يحس بسائل حار يتدرج من جبهته، يتناهى إليه نداء خافت: سترتمي على الرصيف يا راجي، اسند ظهرك إلى عمود الموقف. الاستسلام إلى العمود خطوة أولى من خطوات الاستسلام النهائي الذي لا وقوف بعده. أنا أدرك هذا جيداً، لا شيء البتة. يحدث هذا لي من سوء التغذية وقلة النوم. معدتي تعتصر جوعاً. الشهر هو الثالث الذي لم أذق فيه طعم لحم أو حبة فاكهة. مرضي هو الجوع، الجوع فقط، وعندما أشبع أشفى وتزول كل هذه الأعراض. مرضك في الأعلى يا راجي، في الجمجمة. التفكير المتواصل يذيبك، يعطب أعضاءك. أتريد لعقلي أن يصدأ
لقد أتى ليعمل وإلا لم يمتصني. أنت تحمله المشقة أكثر من طاقته. أعضاؤك ترتجف الآن ولا تحتمل شراسة هذا الفعل. خذ قسطا من الراحة الفكرية، عندئذ سوف تتمتع بلياقة بدنية وفكرية، وعليك أن تخفف شيئا من أمر هذه العزلة. يمكن لك أن تمضي ليلة في بيت صديق، أن تتعرف على بعض أصدقاء، أن تمضي ساعتين مع صديقة. عندئذ لن تهتز أعضاؤك أمام العقل، عندئذ ستستجيب له وتتضافر معه. لا تعقد كل شيء على نفسك، دع المجهول يفعل ما يشاء ويخفف عنك. أنت لست مسؤولا ليس عن العالم فحسب، بل لست مسؤولا مسؤولية كاملة حتى تجاه نفسك. سأفعل شيئا ما، لدي إمكانات مادية، سأفكر بكيفية جلبها. أشعر حقيقة بأن جسدي يذوب وهنا يحرقه فتيل شراسة التفكير. ماذا ستفعل؟ لنفكر معا، أعني على الافتكار. الآن أنت في الشارع، التفكر هنا ليس مناسبا، بالإضافة إلى كونك في حالة نفسية وجسدية غير مهيئة. أنت منهك، أخشى الآن وقوعك على الأرض. سيبقى الاستناد على العمود خطوة ما قبل الوقوع على الأرض، وأنا الآن قوي لأنني لم أصل إلى خطوة ما قبل الجرباء هذه. أقترح أن تمشي، ما رأيك؟ معك حق، لأفترض أن دواليب الباص انفجرت، أو أغمي على السائق، أو شل الباص عن الحركة، لن أنتظره يوما كاملا. أمشي أقرب من أن أنتظر، وإذا جاء سأصعد إلى موقف آخر. باصات حدباء، مخلفات الحرب العالمية الأولى، أصلحوها ودفشوها على غروبنا. ننتظرها ساعتين لتركبنا نصف ساعة، وفي نصف الطريق تقرر هي أن تركبنا عندما تقذفنا لندفعها حتى اللهاث. رفع رأسه وألقى نظرة فاحصة إلى آخر الشارع. لم تقع على أي شكل للباص. مد خطوة في طريق البيت وقرر المسير مكرها. بعد خطوات أخرى تحت الشمس تذكر الكتاب الذي معه، فوضعه في كفه اليمنى ورفعه إلى الأعلى في محاولة لحماية رأسه من أشعة الشمس الملتهبة. إلى أين أمضي؟ إلى أي جهة؟ كل الجهات تأخذني إلى مكان واحد مرعب. أمشي بالرغم عني. الآن سيرميني هذا الصراع إلى صراع أشد قسوة. سأجلس صحون، أنظف البيت، أمضي ساعة في إحضار الغداء، أستحم، أبدل ثيابي، أبحث عن لحظة استقرار واحدة ولا أجدها. لدي رغبة مغلية في أن أتمدد الآن على ظهري في مطرح رطب وليكن قبرا. أنام شهرا كاملا ألبث غافيا. راحة الجسد لذة يمكن للمنهك أن يتذوقها مثلما يتذوق أعظم لذة جسدية. احذر يا راجي، لا تشك على الاستسلام للأهواء. لا تنسى للحظة واحدة أن طفولتك مرت بمرحلة بالغة السوء. احذر، ستقع بسرعة وتدمر مستقبلك الذي لا شيء لك غيره. أنت قابل للسقوط أكثر من غيرك. لا تستسلم لرغباتك، قدها بمهارة مثلما يقود الراعي الماهر قطيعه. لا تدع القطيع يقود الراعي. ليس الرزق في لحظات الاستمتاع، إنها ستعكس على سلوكك اليومي في نفسك وفي الحياة. هل تريد أن تكون حماراً؟ يكفي ما قلته لي. متى سينتهي هذا الصراع بينك وبيني؟ ولصالح من سينتهي؟ ترى أأنت على صواب أم أنا؟ ترى أتتألم مثلي أم أنك تلقي الكلام على عواهنه؟ الآن أريد شيئا واحدا، هو الوصول إلى البيت. 300,000 سيارة تمشي في المدينة،
ولا واحدة تتمهل لتوصلني، لتنقذ دماغي من هذا الغليان. هل علي أن أتحول إلى كلب لأركض وأقفز إلى مؤخرة أي شاحنة؟ في أي مدينة بائسة أنا؟ لو تحولت إلى أرنبة لما لبثت 5 دقائق في مكاني هذا. قدماي تعبتا من حمل جسدي الذي غدا علي أثقل من جبل. كم أشعر برغبة جامحة بالاستلقاء الأبدي في هذا المكان دون مد خطوة أخرى. سأقع بلذة. أحذرك أيها الرجل الأحمق، ستقع على الرصيف الناري وستحترق ثيابك عليك بعد دقيقة واحدة. فقدت الأمل بمد خطوة أخرى. لا جدوى، كل معنوياتي انهارت. الإنهاك يقضي على حواسي. يا راجي، ألم تنضج بعد؟ أي مفهوم خاطئ هذا الذي تتتبعه في هذه اللحظة البائسة من عمرك؟ هذا هو العيش الحقيقي. المكافح الحقيقي في قلب الحياة هو أنت. المكتشف للآلئ الحياة الذهبية هو أنت. كن شجاعا يا راجي، كن أكثر ثقة بك في نفسك وفي الحياة. كن قويا. الأفعال العظيمة تحتاج إلى قوة لرفعها، كما أن الأفعال المنحطة تحتاج إلى ضعف لانحطاطها. هل تريد الاستلقاء في مملكة ويأتيك ما تريد بالضغط على زر صغير من خنصرك لتكون مكافحا وتعيش الحياة؟ الألم هو الذي يضخ القوة إلى عروقك. الحرمان، الجوع، الحاجة، الفاقة، المرض. المرفهون ماذا بمقدورهم أن يقدموا للحياة؟ ماذا بمقدورهم أن يقدموا لأنفسهم؟ يخرجون من الحياة ومن نفوسهم دون أن يحظوا بشيء. إنهم المفلسون الحقيقيون. أنت الظافر يا راجي. هل ستتخلى عن حياتك كلها وتركض خلف الشهوات؟ أحلامك، كبرياؤك، مبادئك، لحظات الألم الكبرى، لحظات المجد الكبرى. تذكر يا راجي الأطفال الصغار الذين يبتاعون حاجات لحظاتهم من أقرب حانوت صغير بأقل قطعة نقود قيمة. السعادة الحقيقية التي تطرب لها الروح لا يدركها إلا من بلغ به الحزن أقصى مراحله. هناك فقط يستنشق شيئا ينعشه لأول مرة. الثراء الأكبر الذي لا يبلغه مخلوق يكون في آخر خطوة من خطوات الفاقة. عندئذ، عندما تغدو أفقر رجل على وجه الكرة الأرضية، ستشعر بأنك أغنى رجل في الحياة، وسيحسدك أغنى رجل في العالم على ما توصلت إليه من ثراء. الراحة العظمى تختبئ في آخر مفصل من مفاصل الإرهاق. عند ذاك، عندما قدماك ترميان جسدك إرهاقاً. أبهى امرأة هي تلك التي تولد في الذاكرة، تلك التي تقبع في الذاكرة الأبدية. تلك هي أبهى امرأة على وجه الأرض. إنها تلبث قابعة تضيء لك ظلمات الروح. الصحة العامرة تتسرب إليك في لحظات تخالها الأخيرة من عمرك وتلوح بروحك للوجود. هناك في آخر رعشات الاحتضار لأول مرة تنفتح شهيتك على الحياة وتعانقها بعروقك. عندئذ فقط بمقدورك أن تعيش أسمى قيم الإنسان في حواسك. ولأول مرة ينتحر الشر على وسادة روحك. لأول مرة ينتصر الخير وينهزم الشر. لأول مرة تكون إنسانا نقيا وتتطهر من أي ازدواجية. عندئذ ستدرك لأول مرة في تاريخ حافلتك أن روح الله تسكنك، وأنك رائحة منه، أنك صورة منه. عندئذ تقترب إليه وتناديه، وتلمح الله لأول مرة يهرول إليك، وتلمحك تركض إليه.
في تلك اللحظات المفعمة بالنورانية الجليلة والقداسة، ستدرك لأول مرة معنى الإنسان فيك، وستعقد على الإنسان آمالاً لم تخطر ببالك من قبل. انظر يا راجي، إنني أعلمك قيماً. الشهوة إقبال على الحياة، الشبع يغتال الشهوة. لا تقتل الحيوية فيك. الشهوة تمنح أكثر من الإشباع. معاناتك هي حياتك في هذا الدرك المظلم من الحياة، هي الذكريات الثرية الكبرى التي ستأخذها معك عند الرحيل الأبدي. ليكن مفهومك لله أوعى، أنضج. لا ترتكب حماقة عظمى بمفهوم مبتور. إحساسك بالموت تمهيد لموتك كاملاً. إحساسك بالحيوية يحطم احتمال أي موت. ثق في لحظات الإنهاك المدهشة هذه بأن الله دوماً على صواب. سر تجاه بيتك بثقة يا راجي. تقافز كما الأطفال الصغار الذين يتقافزون مع أمهاتهم يوم وقفة العيد. هيا يا راجي، ابتسم من عمقك ليشرق وجهك بنور الإنسان. هيا احلف برؤوس العصافير التي تزقزق كل صباح على حائطك. هيا احلف لي بأنك لن ترتكب الحماقات مرة أخرى. أنت أوعى يا راجي. لم يسبق لك أن صفعت مخلوقا في عمرك. لم تحقد على أحد، حتى في غرفتك عندما ترى حيوانا ضارا تتحايل عليه وتحمله إلى الخارج. في الشتاء تبحث له عن مكان دافئ لا يصله مطر. كم مرة خرجت ساعات الليل لتضع نملة أو صرصورا في مكان دافئ؟ لا تستطيع أن تقتل مخلوقا أو تتسبب له بلحظة رعب واحدة. تعتبرك مسؤولا عن لحظة مطاردة وخوف واحدة تسببها لهذا الحيوان الصغير الضعيف الذي لاذ ببيتك جوعا وبردا لتحميه وتهتم به. وصلت خطوات راجي عبد الكريم بن بدران بجسده أمام باب الحوش، وبمحاذاة الباب الذي يليه لمح عجوزا حنواء تصوب نظرة حنان إليه. بادلها نظرة سريعة، فقفز إلى مخيلته في لحظة وجه أمه، ولم يلبث أن وجه نظره إلى حزمة المفاتيح التي اعتاد أن يبقيها في كفه طوال خروجه من البيت. ومع إدخال مفتاح إلى الثقب انفرج شق واحد من الباب الحديدي الذي يكاد يأكله الصدأ. دلف جسده بسرعة وأعاد قفل الباب من الداخل، بيد أنه لبث في ريب بأنه لم يدخل كاملاً وأنه ترك جزءاً منه في الخارج. مضت به خطواته إلى الغرفة. نظر في المرآة باستغراق. اشتهى أن يشرب ماء بارداً، وتذكر بأن قيمة البراد تتجاوز 10,000 ليرة. وتخيل أن يشتري تلفزيوناً وما يلزمه من أدوات منزلية. وأدرك للتو بأنه حتى لو كانت نتيجة المسابقة إيجابية لن يتمكن من شراء ما يلزمه إلا بعد 5 سنوات عمل. وأدرك أيضاً أن مجرد التفكير بالزواج يحتاج إلى 10 سنوات أخرى من العمل بالإضافة إلى السنوات ال5 الأولى، وهو الآن في 25، فيستطيع الزواج في سن 40. ولو لم يكن وحيداً لألزم للالتحاق بالخدمة العسكرية وأمضى 2.5 وربما عندئذ سيقترب من سن 50 حتى يهيئه وضعه الاقتصادي من الزواج، وعندها سيكون محظوظاً فيما لو رأى أرملة لها 5 أولاد وتماثله في السن.
في لحظات ما يجب أن يفكر المرء في مستقبله الشخصي، وهذا من حقه. وخطر لراجي أن هذه اللحظات هي الأنسب لتفكير خاص من هذا النوع. تذكر فتاة في الربيع العشرين تملأ كل فراغات حياته، وتخيل التلفزيون والبراد ومكتبة جيدة لكتبه، وتخيل أن يحتوي هذا البيت على جهاز هاتف أرضي وعصارة فواكه. بدا له للوهلة الأولى بأنه أناني، لكنه تحدى هذا الشعور واستمر في التخيل وهو ينظر إلى المرآة. هذا البيت كله سيأخذ شكلاً أفضل، هذا من حقه، من حق أي إنسان أن يفكر في تحسين وضعه الصحي والمعيشي. هذه ليست نرجسية. ولذلك اتجه تفكيره إلى القرية وإلى حقه من حصة أبيه في الأرض الزراعية التي بقيت في أيدي عميه بكر وعابد بعد وفاة أخيهما بدران بالجلطة الدماغية منذ 2 سنين. وبعد لحظات رفع نظره عن عمق المرآة وهو يريب مرة أخرى بأنه ترك جزءاً منه في المرآة. تزحلق الكتاب الذي يتأبطه ووقع على الأرض. برز نصف مظروف الرسالة ولفتت نظره، وأزمع على قراءتها بعد الغداء. خلع ثيابه، تعرى تماماً وخرج إلى الحوش، ولج المرحاض، رفع الخرطوم إلى رأسه وفتح الحنفية. أنا بردان. انتشرت نبرات صوته في سكون الحوش الصغير، وظن أن نبرات هرولت نحو ثقب الحيوانات، وربما قفزت إلى حوش جده. خرج من المرحاض، وقف على قدميه تحت الشمس، ثم ما لبث أن سحبت كفه كرسياً صغيراً تم لفه من الأعلى بقنب. جلس عليه نحو ربع ساعة، وأحس بأن الشمس أنشفت جسده، فنهض ومضى إلى الغرفة. ارتدى جلباباً قديماً على عريه، أشعل المذياع الجيبي الصغير الذي يعمل ببطاريتين إصبعيتين كان قد اشتراه في الجامعة. مرة أخرى سأطبخ الرز، لا شيء غيره. هذه المرة لن أفشل في طبخه. سأعمل بما قالته لي المرأة المتسولة في الموقف. سأغلي إبريقاً من الماء وأسكب فيه الزيت والملح، وبعدها أخفت النار وأضع فيه نصف إبريق رز، وأدعه يتشرب الماء والزيت حتى ينضج. عندئذ سيكون جاهزاً لهذه المعدة التي تعتصرني جوعاً. سأشبع، وبعد قليل من استرخاء سأقرأ الرسالة. أعد راجي الوجبة البيضاء وقرفص على الأرض شارداً. ها هو الإحساس المؤلم بالضياع يترك ذاكرتي وحواسي. هذا هو بيتي الذي لا مكان لي غيره. كم هو رائع أن يملك المرء بيتاً في هذا العالم، أن يشعر بملكيته لهذا البيت، أن يمارس فيه كل حريته دون أن يزعجه أحد. كل عمري سيكون هنا، سأعيش بعيداً عن العالم، وعلي أن أنسى أمر المسابقة. الوظيفة ستأكل عمري، إنها مسألة فارغة. أمر مقرف أن تنفق كل حياتك من أجل إملاء معدتك. أنا أرفض هذا النمط من الحياة، وسأفكر بمصدر آخر يسد جوعي. يكفي، لقد درست 17 سنة، منها 5 سنوات في الجامعة، وتخرجت مهندساً. أي شيء يعني لي هذا اللقب؟
أنا مهندس، هل يعني هذا بأنني سأحصر كل اهتمامي بالهندسة؟ هناك ما هو أهم، هناك الحياة التي تنتظرني والتي ستهملني إن لم ألتحق بها مثلما أهملت الملايين من قبلي. أفهم شيئا واحدا الآن، هو أنني لن ألزم نفسي بوظيفة. الالتزام يعني الموت، يعني الانطفاء. الالتزام يفسد فضاء الحرية علي حتى لو كانت معدتي مليئة. أنا الآن أمارس الحياة بكل لحظاتها، لا أترك لحظة واحدة تفوتني دون أن أعيشها. وهذا التجنب من كافة القيود يمنحني الشعور الأعمق بالانطلاق في صحراء الحياة الشاسعة والتحليق في فضاءاتها الرحيبة. أنا الآن حر بكل ما أملك من مدركات. يا للحرية، إنها أثمن من الماء والهواء ورغيف الخبز. أستطيع أن أعيش بالحرية وحدها. يا للحرية البهية، صباحاً سأفطر كسرة حرية ولن أجوع. الحرية تعلمني أكثر مما يعلمني القيد. أفهم في لحظات الحرية هذه أن الحرية لا تفتش عن أحد. إننا إذا أردنا ليس فقط نسعى إليها، بل نصنعها أيضاً. الحرية تبقى كالشمس، قد تغرب، لكنها ما تلبث أن تشرق على ظلام الإنسان بكل أشعتها. عندما أعجز عن ممارسة الحرية الفعلية، يمكن أن أمارس الحرية الفكرية، والحرية الفكرية هي الإشارة الأولى لممارسة الحرية العملية. العيش المنفتح في قلب المدينة يتيح لي ما كان معرفته مستحيلاً بالنسبة لشخص يمضي عمره في قرية ما على هامش الرؤية الحقيقية لجوهر الحياة. أذكر الآن وهم يزرعون الشكوك في طريقي. أي شيء يمكن لهذا اليتيم أن يفعله سوى أن يكون راعياً فاشلاً في الحياة؟ المصيبة أن بدران يريد أن يبعثه إلى الجامعة. يحطمون معنويات المرء هناك بمفهومهم القاصر للحياة. كانوا يراهنون على جنوني، ولكن لم يأتي الحدث الذي يكشف النقاب عن هذه الحقيقة. كيف يا بدران تغامر بإرساله إلى العاصمة؟ ستأكله الفئران دون أن يشعر به أحد، وإن لم تأكله الفئران سيضيع في زحمة العاصمة. حتى عمي كان يراهن على عدم استطاعتي في تحمل المسؤولية حتى أقنع أبي، ولكن أصررت على الجامعة مثلما أصررت على الثانوية. تعاركت مع أبي في ليالي الشتاء الطويلة. أذكر هددته بالذهاب إلى الجامعة دون موافقته حتى لو اضطررت أن أعمل وأدرس، ولن أدعه يراني طوال العمر، وإن فشلت في ذلك سأترك هذه القارة كلها وأعيش في قارة أخرى. ويبدو أنه مال إلى شيء من اللين أمام إصراري. لم أستسلم لذاك المصير الذي كان ينتظرني في تلك القرية، وفي أحسن الأحوال كان يمكن أن أكون نسخة مكررة عن أبي. لقد رسمت معالم مستقبلي وفق الطريقة التي رأيتها. الآن أشعر بالحرية، أقطف ثمرة ذاك الجهد وذاك العراك والإصرار. لم أبقى راعياً فاشلاً على إحدى بيادر قريتي. هذه هي نتيجة جهودي. أجل، لست رجلاً يائساً في الحياة، ورغم قناعتي بهذا فإن تربيتي السيئة التي تلقيتها في القرية تعكس أحداثاً سلبية على حياتي الآن، وكأنها ترغمها علي دون أن أكون قادراً على كبح هيجانها. إنها تشعلني وتجعلني كتلة من نار، ثم بعد هنيهات كتلة من ثلج.
إنني أفشل في مسعاي المتواصل للتخلص من آثار تلك التربية السيئة التي تظهر على سلوكي بعض الأوقات، ولكن لن أيأس، وسأكافح من أجل التغلب على كل ما هو سلبي في حياتي، وسأتجرد من تربيتي القاسية، تلك التربية التي تحتل كل لحظة من لحظات حياتي حتى هذه الساعة.